أنباء أن جيسوس ممكن يكون مدربا للنصر. هذه الأنباء دائما أنا أقرأها معكم، هل هي منطقية أم غير منطقية؟ 1. رونالدو وعلاقته مع جيسوس. 2. إمكانيات جيسوس ومعرفته التامة بكرة القدم السعودية. 3. ذهاب العرض اللي كان مقدم للاتحاد البرازيلي جيسوس الآن وهو مش يعني لا يعمل حاليا، فبالتالي منطقية الخبر واردة وبقوة. 2. جيسوس يمكن يبغى يرد على الهلاليين أني أنا كنت المدرب الأفضل وقادر على صناعة النجاح مع النصر. خلونا نكون منطقيين وواقعيين. البيئة في الهلال والبيئة في النصر، أتحدث عن البيئة الفنية. البيئة الفنية، الهلال نادرا ما نشوف حالة انفلات لبعض اللاعبين، النصر نشوف فيها. الهلال تحسه تحت ضغط البطولات دائما ومتمرس عليها، النصر عنده مشكلة في الأمتار الأخيرة. كيفية صناعة فريق بفكر جيسوس بقناعات جيسوس، هل يطبق ذلك؟ ممكن أنك تصل إلى وضع أفضل، لكن إن كنت تعتقد، وجهة نظري ممكن أكون مخطئ، أنه سيقدم النصر الجديد إذا أصبح مدرب بهلال الموسم الماضي، أنا أشوفها بعيدة. أشوف فريق متطور بينضبط بشكل أفضل، بيتحسن بشكل أفضل، لكن لا أرى أن الأدوات اللي عنده نفس الأدوات اللي كانت عنده على الأقل حاليا. ما يحدث في المستقبل القريب هذا في علم الغيب. فمنطقية أن جيسوس يأتي مدرب للنصر واردة وبقوة.